محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين. بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأذريت دمع العين بالوجنات، وفك عرى صبري وهاجت صبابتي. رسوم ديار أقفرت وعراتي، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. منازل كانت للرشاد وللتقى وللصوم والتطهير والصلوات. شنو حل بهذه الديار؟ قل ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوايات. قفايا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات. زينب تصب الدميع من عظم الرزي، من تشوف دار المرتضى من ناخلي. توقف بباب الدار وتهل عينها دموع، تنادي يا ابويا لهالمنازل مالك رجو، من حنة ايتامك عليك القلب مفجوع. ما يمكن الثكلى تعزيها شجيع، واللي يفت قلبي ويخلي حزني يزيد
يا بعقب أيام لو قالوا لفلعي لازم العادة تلبسي الأطفال الجديد، وأولادك بيوم الفرح تنصب لك عزي. خطبة العيد ضحت تنادي وخطيبي، والمنبر ينادي انقطع منا نصيبي، وانا احن ولا ابطل من نحيبي، واولادك تنوح مدامعهم جري. الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله العزيز الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا المجلس بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم محمد وآل. أعظم منا من الله سبحانه وتعالى بها على عباده أن فتح لهم أبواب رحمته. الله سبحانه وتعالى على جوده وعطائه وكرمه لم يجعل لهذا الجود حد، لم يجعل لهذا العطاء حد. كان عطاء الله سبحانه وتعالى مبذول للعباد. وأعظم باب فتحه الله سبحانه وتعالى على عباده لرحمته هو باب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هو باب رسول الله صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة التي يكون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الفاتح لبابها. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد الحكمة والمدينة فليأتها من بابها، يعني من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حياة أمير المؤمنين كلها هداية إلى الله عز وجل. حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمثل في الأرض خليفة الله، يمثل في الأرض آيات الله، بل هو الآية الكبرى لله عز وجل، كما في بعض الروايات عنه صلوات الله وسلامه عليه: والله ما لله آية أكبر مني. ولما صار بينه وبين أهل صفين وذولاك رفعوا المصاحف، شنو قال الإمام؟ ويلكم أنا القرآن الناطق، وهذا القرآن الصامت أنتم ترفعونه، أنا القرآن الناطق. يعني هل يوجد لله عز وجل آية أكبر من آية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ الآية يعني شنو؟ الآية يعني العلامة، الشيء اللي يدلك على ما وراءه، هذه يعني الآية. آيات الله يعني العلامات التي تدل على الله سبحانه وتعالى. وهل هناك علامة تدل على الله أكبر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ تعال شوف في كل جوانبه. تعال شوف الإمام
في علمه صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل القرآن بالقرآن حتى يزهر القرآن إلى الله تبارك وتعالى، ولحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتى يزهر إلى الله تعالى، ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتى يزهر إلى الله تبارك وتعالى، ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور حتى يزهر إلى الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. حتى في ساعة احتضاره، في ساعاته الأخيرة لما دخل عليه الناس كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا على إمامكم، يعني في ساعاته الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه. هذا باب علم رسول الله صلى الله عليه وآله. تعال شوف عجز الناس عن معرفة كثير من القضايا واضطرارهم للرجوع إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في عهد الخليفة الأول أبا بكر كان في ساحل عدن في الجنوب أرادوا أن يبنوا مسجد، وهذا المسجد كل ما قوموه طاح، هذا المسجد كل ما قوموه طاح. جو إلى الخليفة يسألوا: شنو السبب، شنو السر، علمنا. فصعد المنبر أبو بكر وقال: أناشدكم الله من كان عنده علم فليتكلم في هذه القضية. من اللي عنده علم؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: فليحفروا عن ميمنة هذا المسجد وعن ميسرته من جهة القبلة، سيجدون قبرين مكتوب عليهما أنا رضوى وأختي حبا، قبرين لامرأتين أو ابنتين، وهما مجردتان، فخذوهما وغسلوهما وكفنوهما وصلوا عليهما وادفنوهما ثم أقيموا مسجدكم. أثر هذا المسجد كان قائم على وين؟ على ذول القبرين. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج هاتين المرأتين ويعززهما ويكرمهما بأن تكون لهما هذه المكانة. ما كان يعرف أحد إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكثير كثير جدا من هذه القضايا حصلت في عهد الخلفاء، وكانوا يضطرون للرجوع إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوم من الأيام أتوا بعبد قيل إنه قتل مولاه، فحكم الثاني عليه بالقاتل، وكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حاضر. فالإمام نادى هذا العبد قال له: أنت قتلت مولاك؟ قال له: نعم أنا قتلته. قال له: لما قتلته؟ شنو السبب؟ قال له: أتاني في نفسي وقصدني في ذاتي فقتلته. والعياذ بالله أراد أن يفعل فعل قوم لوط، قال: أنا ما شفت أدافع عن نفسي إلا قتلته. زين، هذا الكلام مو معلوم صادق كاذب، يمكن هذا يريد يفر من القتل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى أبناء المقتول قال لهم: دفنتم قتيلكم؟ قالوا: نعم. قال لهم: متى؟ قالوا: الآن دفنا، الآن جينا من دفنه. الإمام عليه السلام التفت إلى الخليفة الثاني قال له: قل لهؤلاء أن يحضروا بعد 3 أيام، خلهم بعد 3 أيام يجوا هنا في هذا المكان، وهذا العبد أخذوه احبسوه ولا تفعلوا فيه شيء، انتظروا في أمره. جو بعد 3 أيام، أخذ الإمام عليه السلام بيد الخليفة الثاني، وقفوا على قبر هذا القتيل، قال لأبناء الميت: احفروا القبر. حفروا القبر، وصلوا إلى وين؟ إلى اللحد. قال لهم: أخرجوا ميتكم. فتحوا اللحد، الأكفان فتحوها، وإذا لا يوجد شيء، الجثة مو موجودة.
فكبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكبر الله أكبر، ما كذبت ولا كذبت، سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فعل من أمتي فعل قوم لوط لم يمكث حتى يوصل إلى لحده، حتى يحطوه في اللحد، لما يحطوه في اللحد لا يمكث في الأرض أكثر من 3 أيام، حتى تقذفه الأرض إلى وين؟ إلى قوم لوط فيحشر معهم والعياذ بالله. يعني كان هذا العبد صادق، ما كان كاذب، وإلا كانت الجثة في مكانها لو كان هذا العبد كاذب. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أظهر لهم الحق. وكثير أيضا من هذه القضايا، منها أن جاريتين تنازعتا في طفل، كل واحدة تقول هذا الولد لي، فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: جيبوا قارورتين. جابوا قارورتين، وزن القارورتين، شاف هذه كم وزنهم حتى يشوف بعدين. فلما وزن القارورتين قال: فلتحلب كل منكما وتضع الحليب في هذه القارورة. كل واحدة أعطاها قارورة: احلب الحليب وضعيه في هذه القارورة. بعد ذلك وزن القارورتين، شاف واحدة أثقل من الثانية، قال الإمام: التي لبنها أثقل فالولد لها، والتي لبنها أخف فالبنت لها. التفت الخليفة الثاني قال له: يا أمير المؤمنين، من أين لك هذا؟ قال: من القرآن، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا يعلمنا، يقول: الأطباء تستدل بهذا أيضا. إذا تريد تعرف أن هذه المرأة جايبة ولد ولا بنية، تشوف الحليب إن كان حليب ثقيل، وهذا معروف بين الأمهات أيضا، اللي تنجب الأولاد يكون حليبها ثقيل، لذلك ما يصلح للبنات مثلا. أما اللي تنجب البنات فيكون حليبها أخف من ذلك. هذا من علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن في علمه هو متصل بالله تبارك وتعالى عن طريق رسول الله. علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. وأما في زهد الإمام وأما في ورع الإمام فحدث ولا حرج بعد في هذا الجانب. يقول الرسول صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: إن الله زينك بزينة. شنو هذه الزينة يا رسول الله؟ قال: الزهد في الدنيا. هذه زينة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو المثل الأعلى للمؤمنين. إذا أراد أحد من المؤمنين أن يقتدي بالهداة الميامين فيقتدي بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زهده، في إعراضه عن الدنيا. يوم من الأيام يقال كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعمل في بعض حيطان فدك، يعني في بعض بساتين فدك، وكان يضرب بالمسحات. فدخلت عليه امرأة، وكانت هذه المرأة جميلة في غاية الجمال، فأخذت تكلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تقول له: اخطبني، تزوجني، أغنك عن هذه المسحات التي في يدك. أنا امرأة ثرية، أنا امرأة عندي أموال، أنا امرأة عندي جمال وبهاء،
تزوجني أغنك عن هذه المسحات التي في يدك. قال الإمام عليه السلام لا بأس، من أهلك حتى أخطبك من أهلك؟ قالت أنا الدنيا. فولى عنها الإمام وقال لها لقد طلقتك 3 لا رجعة لي فيك ولا رغبة لي فيك. وصار الإمام ينشد هذه الأبيات: لقد خاب من غرته دنيا دنيا وما هي إن غرت قرونا بطائل. أتتنا على زي العروس بثينة وزينتها في مثل تلك الشمائل. ثم يقول الإمام: وما أنا والدنيا وإن محمدا رهين بقفر بين تلك الجنادل. وهبنا أتتني بالكنوز. افترض أن الدنيا أتتني بالكنوز ودرها، وهبنا أتتني بالكنوز ودرها وأموال قارون وملك القبائل. أليس جميعا مصيرنا للفناء؟ إني أخاف الله يوم القيامة. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: هذه الأموال لا تنفعني شيئا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ويا ليت هذه الأموال تنفع الإنسان في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك شوف قد أثر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في نفوس من كانوا حوله. لما رجع الحسنان صلوات الله وسلامه عليهما من دفن الإمام أمير المؤمنين سمعوا صوت أنين. لما اقتفوا أثر هذا الأنين وجدوا هناك خرابة، في داخل هذه الخرابة رجل كبير في السن يستند على اللبن على الحيطان وهو يئن أنين الثكلى. قالوا له: شنو حالك أنت أيها الرجل؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال: أنا رجل غريب في هذا البلد، جئت إلى هذا البلد منذ سنة وانقطعت، لا يوجد عندي لا أهل لا مال، وكان في كل يوم يأتيني رجل بالطعام بالشراب، يجلس معي يسليني يكلمني يرفع عني الهموم والغموم والأحزان، والآن صار لي 3 أيام وأنا أنتظر هذا الرجل ولا أرى له أثر. فأخذ يبكي الحسنان صلوات الله وسلامه عليهما. قالوا له: صف لنا هذا الرجل. قال: أنا رجل أعمى لا أبصر، ما أستطيع أن أصف لكم محاسنه. قالوا له: ما اسم هذا الرجل؟ قال: كنت أسأله عن اسمه فكان يقول: إنما أريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. فأخذ الحسنان صلوات الله وسلامه عليهما يبكيان بكاء شديدا. قال لهم سألهم هذا الرجل: من هذا الذي كان يأتيني؟ ما اسمه وما اسمكما؟ قال الإمام الحسن: أنا الحسن بن علي وهذا أخي الحسين، والذي كان يأتيك أبونا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال لهم: ما فعل الله بهذا الرجل؟ قالوا له: لقد فقدناه والآن رجعنا من دفنه، لقد قتله وأشقى الأشقياء. بالفعل هذا الرجل ما تحمل هذا الخبر حتى خر في مكانه مغشيا عليه. لما أفاق قال لهما: أقسم عليكما بأبيكما إلا أخذتماني إلى قبره لأجدد عهدا به،
أخذوا هذا الرجل اقتادوه إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام. لما نظر إلى ذلك القابر رمى بنفسه عليه وأخذ ينشج نشيج الثكلايا، ثم رفع يديه إلى السماء: يا إلهي أقسم عليك بمن سكن هذا القبر إلا ألحقتني به، لا رجعة لي إلى هذه الدنيا بدونه. فما حال سيدتنا ومولاتنا زينب لما تنظر إلى الدار خالية من أمير المؤمنين، كأني بها تتذكر العيد مجبل والحزين زايد علي. عاينت دار المرتضى منا خلي، فقد الأبو نغص علينا بهالسنة العيد، ومن الصبح باكر علي أحزان يتزي، نبكي ونلطم والبكايا واللطم ما يفي، نشبت مخالبها بحشاشتنا المني. محلى الأبو في العيد لو جمع ولا لبسهم الزينة على جاري العا، رفرف عليهم بالهنايا طير السعى، يطيب القلب وتصير عيشتهم هني. واحنا أبونا قبل عيده ب9 أيام سافر وخلانا وصرنا بعد هيتا، وافراحنا راحت وصار العيد في الشام، باكر الناس معيدة واحنا بعزي. أبو حسين ما تمم صيامه يا أهل فالعيد وأولاده يا يتامى صايحت زينب ولطمة الهامة، يا محلى الأبو لو جمعا يا أولادا. الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم فرج به عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اقض حوائجنا، سهل مطالبنا، شاف اللهم مرضانا وأمراضنا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا كريم. احشرنا ومن توفيته من أسلافنا وأرحامنا وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات مع محمد وآله الطاهرين بحرمة الفاتحة تسبقها صلوات. اللهم صل وسلم